اهلا يا برج الحمل. النهارده تعالوا نقرا عن او نشوف الاحوال الماديه والعمليه في الفتره بين 20 فبراير لحد 10 مارس. يلا بينا. بصي يا برج الحمل، واضح ان انت شخصيه بتحب تجتنب المشاكل، ما بتحبش تحط نفسك في مشاكل كتير، دايما اللي هو الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح وخلاص. آم، اقفل كده على نفسك. يعني ما بتحبش ان انت تقعد تخش في حوارات. بس فدي الموضوع دوت خلى ان انت يبقى عندك دايما روتين معين، ماشي على روتين معين في الشغل او في العمل، لدرجة ان انت بقيت حاسس ان انت مفيش جديد في حياتك، مقفول عليك، في محاصر، حاسس ان اسلوب الحياة اليومي دوت بقى ممل بالنسبة لك او مضايقك. ده بسبب ان انت يعني زي ايه، معايش حياتك كده في سلام بطريقة سلبية شوية، اللي هو اي مشكلة ابعد عنها، اي حاجة ما واجههاش، اي حاجة اجتنبها، اختار مشاكلي بعناية. لو في حد جالي مشكلة لا يعني اشوف بقى ابعد كده شوية واقفل على نفسي واشوف هحلها ازاي وهعملها ازاي. يعني انت شخصية مجتنبة بمعنى اصح يعني. بس المشاكل فده حسسك بقى في الاخر بالملل، بان انت مقفول عليك، ان في حصار، في روتين في حياتك. ممكن يكون اتعرض عليك او هيتعرض عليك الفترة اللي جاية ده مشروع او شغل جديد وانت هتقبله الشغل ده، وممكن شراكة ما بين انت وحد تاني. بس آه، الشراكة دي انت ممكن تكون قلقان منها، ممكن تكون مش عارف تخشها ولا لأ. حاسس ان انت هت حاسس ان انت خايف ان انت تحط فلوسك فيها. ليه؟ لان انت في طاقة هنا هم خايفين يخشوا فيها او هيخافوا يخشوا في المشروع دوت او في الحاجة دي، او لا يقبلوا العرض دوت ويتنقلوا من مكان لمكان. بسبب ان هم شايفين ان عندهم في دماغهم كده ان قيمتهم في مادياتهم، فهم مش عايزين يتخلوا عن الحاجة اللي في ايديهم دلوقتي عشان حاجة تانية ممكن تكون احسن، بس هو مش واثق هل هتكمل ولا مش هتكمل. فليه؟ عشان انت حاطط قيمتك في مادياتك. بس فدايما على طول اللي انت بتحسبها هل انا هيعود عليا ده بايه، هل الفلوس دي آه لو راحت مني انا هعمل ايه، او لو مفيش استقرار طب ايه اللي هيحصل، وهكذا. يعني انت ما بتحبش تجازف حتى لو في مشروع، انت نفسك تعمل مشروع وتجدد من حياتك وان انت تعمل حاجة مختلفة، بس انت دايما واقف لا. طب افرض خسرت، طب افرض عملت، طب افرض كذا. فده على طول موقفك يا برج الحمل، ومحسسك دايما بالضغط. في طاقة تانية هم اوريدي دخلوا في المشروع ده، وممكن يكون حد في بينكم شركاء او زملاء في العمل، كنتوا بتعملوا بروجكت واحد او كده، في بينكم مشاكل وفي حد بيحاول زي ايه يوفق ويصلح ما بينكم. بس وحصلت مشكلة ان انتوا الاتنين مش حاسين ببعض ومش حاسين، ممكن انت ومديرك مثلا مش حاسين ببعض، مش حاسين كل واحد بيتعب ازاي، هو مش حاسس ان انت بتتعب ازاي او انت بتعمل ايه. لا هو يعني بس هو في الاغلب شراكة، لان في مال رايح جاي ما بينكم وفي مال داير، يعني حاجة رايحة جاية. بس ممكن تكون حصلت خسارة اذا ما كانتش هتحصل خسارة معينة، وده بسبب ديون كارمية عليك يا برج الحمل. هتخليك رغم انك حذر جدا وبتشوف تعمل ايه وما تعملش ايه وتتصرف ازاي وتختار كل حاجة بعناية، ولو في مشاكل تقفلها ما تخشش فيها. بس الخسارة دي هتبقى خسارة زي ديون كارمية عليك. يعني الديون الكارمية اللي هي معناها ان انا ببقى عملت حاجة مثلا وده دين عليا، ممكن حاجة غير مقصودة بس هو زي ذنب او ربنا بيفديك بحاجة اكتر عشان حاجة تانية، هي هتبقى حاجة كده. يعني هي الديون الكارمية بتبقى حاجة كده زي دين عليك.
ده بقى ليه؟ ده هيحصل ليه؟ عشان هو ربنا عايز يفهمك حاجة، ان انت شخص قيمتك مش في مادياتك، لا. انا المفروض ابقى واثق من نفسي وحاسس بنفسي وحابب نفسي، ومعايا فلوس او مش معايا فلوس. الفلوس ملهاش علاقة خالص بقيمتك، ملهاش علاقة مش معناه ان انت شخص مثلا معكش فلوس الفترة دي يبقى انت انسان مش المفروض تقعد مع حد ولا حد يقعد معاك، وان انت تبقى ثقتك في نفسك قليلة او تبقى مهزوز او حاسس ان انت قلقان وخايف وكده. وفي نفس الوقت لو انت معاك فلوس بتحس ان انت منطلق جدا وعايز تظهر للناس وتروح وتيجي واثق من نفسك لا. هو انت المفروض ان انت تبقى في يعني عايش على طبيعتك وواثق في نفسك في الحالتين، لان المادة دي ups and downs، شوية كده وشوية كده. آم، بس وهو ده في الاغلب اللي انت بتتعرض له، ان انت بتبعد عن الناس لو في مشكلة في المادة عندك يا برج الحمل. بس خلاص يعني هي وانس ان انت فهمت الدرس دوت الدنيا هتمشي ليه، لان انت خلاص انت وشريكك هتبتدوا يبقى في توائم مع بعض، او في في هدوء يعني في العلاقة، والدنيا هتمشي. هي مجرد كان درس، مش حاجة ان هو الشراكة دي هتنفصل او العمل دوت هيبوظ او الحاجة اللي جاية عليك دي راحت يعني، او ان هيفضل مشاكل بينك بين زميل العمل او مديرك او شريكك او كده، لا. دي فترة وهتعدي، وهتوصلوا لحل وسط، وان انتوا هتبتدوا تتفاهموا سوا. بس خلي بالك يا برج الحمل ان انت او الشريك موضوع التردد في ان انا ادي ده هيبقى انتوا في تردد، حد ما بينكم في متردد شوية يعني، بيقدم رجل وبيأخر رجل، وانتوا الاتنين هتبقوا واقفين قصاد بعض كده، اللي هو كل واحد يعمل ستيب الاولانية. فخلي بالك دي عشان ايه، دي ممكن تبوظ الدنيا تاني. بس اهم حاجة في الشراكة وفي الحاجات دي ان انتوا آم، تبقوا متفاهمين، وخصوصا لو الشريك ده يربطك بيه نسب معين. تمام. طيب خلينا نشوف. بصي يا برج الحمل، لو انت الفترة دي برضو لو انت بتعمل شوبينج كتير او بتصرف فلوس كتير، حاول توقف الصرف شوية، والفلوس المعلقة اللي على اثر الشراكة دي اول حاجة دي الدنيا هتتفك وهترجعوا تاني، الدنيا فيها تفاهم وهترجع لك الفلوس دي ان شاء الله يا برج الحمل. في خلال عدة واحدة، ممكن عدة دي يعني ساعة، يوم، شهر كده يعني، اسبوع عدى، على حسب بقى. تمام. آه، ماشي يا برج، اهم حاجة لو انت بتصرف كتير الفترة دي حاول تقتصد كده شوية. تمام كده يا برج الحمل. فأهم حاجة نفهم الدرس او الموقف انا ليه بتعرض لكده، عشان الدنيا تتصلح. تمام. يلا قولولي رأيكم في القراية، وباي باي.